السيد صبري عبد السلام. بعد التحية، نعتذر لسيادتكم على ما حدث لأموالكم التي قمتم بإيداعها في مشروع أرض المستقبل، ونؤكد لسيادتكم أن مجموعة التوفيق الاستثمارية والأستاذ المحترم توفيق إبراهيم ليس لهما أي علاقة بالمنحرفين والأفاقين الذين استولوا على أموالكم، وأن السيد رجل الأعمال توفيق إبراهيم لم يشترك بأي شكل في تبديد أموالكم وأموال أي من المودعين. وبكل الحب والاحترام والتقدير يسرنا أن نرد إليكم صافي المبلغ الذي قمتم بإيداعه بعد حساب فرق العملة وإضافة هامش مصاريف قدرنا أنكم أنفقتموها لتوكيل محامي ورفع قضية. لذلك برجاء التنازل عن القضية بعد حصولكم على كافة مستحقاتكم، وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير. نقطة في بحر. معلش، دي مجرد بداية، والناس كلها هتتنازل على القضايا وهتخرج من هنا قريب إن شاء الله. ياه، الأمل ده شيء خطير جدا. كنت مرتب نفسي إن أقضي بقى عمري هنا في السجن. مش هيحصل، وكل اللي ليه حاجة هياخدها، والناس كلها هتعرف الحقيقة، وهترجع ترفع راسك تاني وسط الكل. أنت متفائل قوي يا ابني. انت عارف أنا لو منك أعمل إيه؟ أفكر في مشروع جديد. أمال إيه؟ أمال يعني هتخرج من هنا تقعد في البيت وعروسة جديدة كمان. كمان؟ بس المرة دي أنا اللي اختارها. خلي بالك من نفسك يا ابني. وأنت كمان خلي بالك من نفسك. الكونسبت بتاع المشروع بتاعنا ان هو معمول على اليفيشنز، فتقريبا كل العمارات شايفه البحر. نسبه الانشاءات هتبقى من 25% ل 30%. الباقي كله هيبقى خدمات، فنادق، مطاعم، سويمنج بولز، وهيبقى عندنا كريستال لاجونز طبعا. عرض الشاطئ عندي 100 متر في طول 500 متر. مش قليل على مشروع بالحجم ده؟ مش بطول الشاطئ هي. بالعكس، خليه يبقى صغير وزحمة. الناس بتحس إن الأماكن الزحمة أهم وعليها إقبال. مظبوط. الشاليهات كلها هنسلمها فولي فرنشد، متشطبه ومفروشه فرش فندقي كامل. طيب الميزانية دي انت قلت لي النهارده هتجيب لي رقم تقريبي. عايز اعرف المشروع كله هيتكلف قد ايه تقريبا؟ احنا اشتغلنا على تكلفه تقديريه تقريبا، عملنا بادجت رافلي كده ما بين ان هي ايوه من 11 ونص ل 13 مليار. يعني تعمل لها 220 مليون دولار. لا تمام. بس انا كنت أنا عايزة أعمل حاجة مختلفة ما اتعملتش في أي مشروع في الساحل قبل كده. مدام ياسمين، احنا اوريدي عندنا برايفت كلاب هاوس على اعلى مستوى، عندنا ميديكال اند ويلنس ريزورت، عندنا كريستال لاجونز، ومارينا يخوت كمان صغيره. مش كفاية. مش كفايه ايه؟ انت مش سامعه الميزانيه كام؟ مش مهم. أنا عايزة فكرة جديدة، حاجة ما اتعملتش في الساحل قبل كده. ايه راي حضرتك نعمل سكاي ووك كده وجلاس بريدج؟ يبقى لعب عيال. طيب هقول لحضرتك على فكره كويسه قوي. ايه رايك لو نعمل اندر ووتر لاونج ويبقى فيه ريستورانت زي اللي في دبي؟ بالظبط. دي فكرة كويسة. ايوه بس ميه الساحل غير الخليج خالص، ما فيهاش شعاب مرجانيه، اسماك ملونه يعني. هتفرجوا الناس على ايه بس؟ ننقل كور الريف من البحر الأحمر ونحطه عندنا. بالظبط. الفكره دي بدات تتنفذ في مشاريع كتير في كل دول العالم. بيجيبوا هياكل خرسانيه او يحطوا صخور بحريه، ومع الوقت الكورال بينمو عليها بشكل طبيعي. أو نعمل ريف جاردن صناعي واولموست هيبان زي الطبيعي بالظبط، بس التكلفه هتبقى عاليه سنه. أنت مش فاهم أنا عايزة إيه؟ لا انا فاهم كويس قوي. انت عايزه تخربي بيتي. يا حبيبي افهم. الكلاينت بتاع الساحل مش بيدور على بحر ولا رملة ولا مكان يصيف فيه. اللي عايز ده يروح على راس البر. بتاع الساحل عايز يحس إن هو الأهم والأغلى، وأنا عايزة اللي يشتري في المشروع بتاعي يحس إن هو أهم واحد في الساحل، وإن مفيش وجه مقارنة ما بين المشروع بتاعي وأي مشروع تاني في الساحل. خلاص كده انا فهمت خلاص. فهمت إيه؟ فهمت ان انت عايزه تخربي بيتي. بالعكس يا حبيبي، فكر فيها. انت كده ثروتك هتبقى بتزيد، ده غير ان انت هيبقى عندك مبرر قانوني تحطه في عين التخين يا صالح. او سولي دي بقى بالتحديد بتخليني افرهد ويغمى عليا واوافق لك على اي حاجه. خلاص يا ستي، اعملي اللي انت عايزاه. مدام ياسمين، في حد عايز حضرتك في المكتب. مين؟ مش عارف، ما قالش. طيب يا حبيبي. يلا
ايه المفاجأة دي؟ انا قلت اجي بنفسي عشان ابارك لك على المشروع الجديد. انا لما شفت الحفله اللي انت عاملاها على اليوتيوب بصراحه انا انبهرت. ميرسي. بس انا واخد على خاطري عشان ما تعزمتش. بجد؟ محدش بعت لك انفيتيشن؟ تصوري بقى واحد في حجمي عنده خبره كبيره في العقارات وعمل اللي انا عملته ما يتعزمش على اللونش بتاع البروجكت بتاعكم. انت قلت ان هيبقى اجمل مكان في مصر، يمكن كمان اجمل مكان في العالم كله، صح؟ ربنا يسهل. ادينا بنحاول. ان شاء الله بالتوفيق. عارفه اللوجو ده بيفكرني بايه؟ اللوجو ده بيفكرني باللوجو بتاع ارض المستقبل، فاكراه؟ اللي هو الدنيا احلى مع طمور المستقبل، بس بالانجليزي، علشان كان بيستهدف نوعيه معينه من الناس اللي هي بتدفع عرابين قد تكلفه ارض المستقبل مرتين ثلاثه. ده مشروع مختلف. انا ما قلتش حاجه، طبعا هو مشروع مختلف، ده مشروع كبير، ارض كبيره، تكلفه كتير، عايز وقت تنفيذ كبير. عشان كده يا ياسمين، علشان تنجحي وربنا يوفقك في المشروع ده لازم يبقى فيه تعاون بينا، واحنا قبل كده تعاوننا وطلعنا منها زي الشعره من العجين. قصدي يعني طلعنا منها كسبانين، عملنا شركات، عملنا لونشات، وخدنا دفعات تعاقد، الحياه كانت حلوه. ده مشروع حقيقي، ولا من حق استثمر زي ما انتوا عملتوا بالظبط. كل واحد فيكم راح فتح البيزنس بتاعه وشاف حياته. عايزين مني ايه؟ احنا شركاء يا ياسمين، في بينا شراكه. صحيح الشركه اللي كانت بينا من غير عقود ولا اوراق ولا الامور التقليديه دي، لكن في شراكه، والشراكه دي بقى يا تكمل يا تنفض بالاصول. شركة؟ شركه قايمه على الاسرار وعلى المستخبي وبرضه التعاون. انا عارف يا ياسمين انك ما عندكيش مشكله في التمويل والبركه في سليمان بيه. انا عارف ان انت واقعه على كنز، الراجل ده مش هيعجز انه يسدد، ده بالعكس ده عايز يزيح من اللي عنده شويه علشان ما تبقاش العين عليه ونطلع كلنا كسبانين. بس انا مع خبرتي العقاريه والقانونيه هتلمي اكتر وهتعرفي ازاي تخرجي زي ما خرجتي قبل كده. استنى تكلميني. أكيد.